انت عايز تبقى ولا مش عايز تبقى، مع انك ما تبقاش عارف انت عايز تبقى ايه. ليه كانت غلطة حياتك ان انت رفضت الداون سايزنج؟ النجاحات كمان والاكسبيرينسز بتخلق فارق كبير جدا في السيلف براندنج. كان ليك شغل كتير مع شركات فرنسية، ازاي في اختلاف ما بين كل دول من وجهة نظر حضرتك؟ لفوا 3 شهور ورجعوا لي تاني لوني قاعد في نفس المكتب. يا ابني ما نقلتش ليه مكتب مدير؟ يا جماعه انا مش حاسس ان انا مدير، انا ما اعرفش حاجه عن الاداره. الديجيتال ماركتنج دلوقتي والتسويق اللي كوتلر بيتكلم عليه، ازاي اقدر اوزن ما بين الاثنين؟ احنا فاكرين انه بيقعد كده الصبح بدري، بيصحى بعد الفجر يصلي الفجر ويقعد يكتب الكلمتين. هو ما بيعملش كده خالص. انا عايز ارجع شويه لورا، ان احيانا بعض الشباب الصغير يلاقي نجاحات صغيره كده عملها، فيتخيل ان ده البراند، ويتخيل انه عمل لنفسه براند. واحيانا كتيره بيجي لي حد انفايت مثلا ان انا اشارك معاه في بودكاست كده، والاقي انه اتس بانل بودكاست، يعني انا ومعايا 2 تانيين وفي حد مستضيفنا يعني. فلاقي الشاب الصغير بيقول تجربته وهي تجربه هايله وتستحق الاستماع، ولكن بتلاقي ان الترمينولوجي بتاعته، مش بتكلم انه شاب صغير يعني سنا، انا بتكلم انه لسه بادئ، ما عندوش الاكسبيرينسز الكافيه اللي يتكلم فيها ويقول ايه الاكسبيرينس اللي عنده. بنصحه وبقول له من فضلك لو سمحت جمع كم كبير من الخبرات، عشان الناس عايزه تسمع خبرات اكتر منها عايزه تسمع كلام موجود في الكتب. يعني اللي موجود في الكتب بنقراه كلنا. النوليدج بتجيلنا من مصدرين مهمين قوي، مصدر جاي لي فورمال ومصدر انفورمال. المصدر الفورمال الكتاب، او سوري المحاضره اللي بتجيلي. الانفورمال اكسبيرينسز وريدنجز وحاجات زي كده. فبعض الناس بتتخيل انه السيلف براندنج يعني اني اتكلم كلام كبير من الموجود في الكتب بس. ده ليه جزء وده ليه قيمه وما اقدرش اهمله، بس النجاحات كمان والاكسبيرينسز بتخلق فارق كبير جدا في السيلف براندنج. في حين ان انا ممكن اقعد مع شباب صغير اشتغل كتير واشتغل على نفسه كتير، اقعد ابقى منبهر جدا وسامعه بمنتهى الانصات، بستفيد منه جدا 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 في حاجات كتير. اوكي، اذا السيلف براندنج خليط ما بين كذا حاجه، خليط ما بين بيرسوناليتي، خليط ما بين behavior واتيتيود ونوليدج وفاليوز انا مؤمن بيها و... وامثله شفتها في حياتي. كل ده بيبني لنا السيلف براند. ممتاز قوي. طيب يعني ارجع بقى من الجزء ده او اخرج من الجزء ده لفكرة الديجيتال ماركتنج دلوقتي والتسويق اللي كوتلر بيتكلم عليه، وان كان دلوقتي حضرتك قلت انه بقى بيتكلم على نيو ايرا بقى في الماركتنج، وهي فكرة الاي اي او غيره. فازاي اقدر اوزن ما بين الاثنين؟ زي ما تفضلت، حضرتك كنت سالتني في البدايه الماركتنج بيبتدي منين، فقلت لحضرتك ان الموضوع كان تراكمي وكان الموضوع عمال يتراكم. برودكشن ثم برودكت برودكشن، ثم برودكت، ماركتنج ثم اه انفايرومنت ثم هوليستيك. بالظبط. فاحنا في الحقيقه انه كوتلر لما بدا يحط لنا بقى النيو ايرا بتاعه الماركتنج، الراجل ده العظمه بتاعته، الراجل ده عنده 92 سنه على فكره. ما شاء الله. يعني كوتلر النهارده عنده 92 93 سنه، بس خلي بالك بقى معاه فريق. وبيتابع. لا لا اه. لا، ده معاه فريق. امم. يعني الناس فاكره ان كوتلر بيقعد بايده بيكتب الكتاب، لا. امم. كوتلر بيصيغ افكار، امم. وعنده فريق مكون من 22 رايتر، امم. 22 كاتب، تخيل. اه. كل واحد منهم يسمعه ويكتبها باسلوبه، وبعدين هو يراجع ويسمع القراءات، وبعدين وراهم عندهم 5 اديتورز يراجعوا ما كتب لغويا ويراجعوا ما كتب تسلسل، وبعد ال5 دول عنده 3 تانيين بيسموهم الانتنسيف بايلوتر او البايلوت المركز. دي حذفها، دي لا ما تناسبش كتاب، دي ممكن نقولها في محاضره، دي كذا، وفي النهايه يطلع الكتاب عليه صوره فليب كوتلر. اوكي، ده براندنج على فكره. احنا مش شايفين من البراند كله غير مين؟ غير فليب كوتلر. احنا مش شايفين كل الفريق اللي وراه،
إحنا فاكرين إنه بيقعد كده الصبح بدري، بيصحى بعد الفجر يصلّي الفجر ويقعد يكتب الكلمتين، هو ما بيعملش كده خالص. هو النهارده ما هواش حتى بيكتب، ده هو بينقل أفكار، بيسجّل حاجات على recorder أو whatever something like recorder، ال22 editor اللي موجودين دول عمّالين يكتبوا وراه، يكتبوا كل واحد بمفاهيمه وكل وما هماش ناس بسيطة كمان، دول معظمهم ناس شغّالة في الmarketing بقى لهم سنين طويلة يعني، وليهم كُتب حتى وليهم الفريق كُتب المقاوم. وليهم حاجات كتيرة جدًا. إمم. آآ فأنا ليه باقول لحضرتك كده؟ إنه هو لمّا تطوّر الفكر بتاعه، ما كانش مرتبط بسِن ولا كان مرتبط بأي حاجة، لكن هو كان مرتبط أكتر بمقتضيات ومتطلبات ال ال السوق اللي بقينا بنشتغل فيه. الdigital marketing النهارده بقت بتلعب دور عظيم جدًا، لولا إحنا ما كناش عرفنا إن كوتر عمل marketing 6. يعني الكتاب لسه ما جالناش، بس إحنا عرفنا من الdigital marketing إنه وصل لنا هذه الأفكار. الdigital marketing بدأت تقرّب مفاهيم كتيرة ما كناش بنعرف عنها غير بعد فترة طويلة لمّا ييجي لنا المنتج. الdigital marketing بدأت تلعب على الpositioning، بدأت تلعب على الpositioning in the mind of customer، أسلوب ووصول المعلومة لحضرتك. ويب سايت عن ويب سايت بيختلفوا في إيه؟ الويب سايت ده attract me for the first hint كده، أول ما عدّيت بيه وقفت عنده عشان أشوف الويب سايت ده بيقدّم إيه، والّا عدّيته وpassed through. الad اللي أنا عملته attracting me والّا لأ، الوسيلة كانت جديدة والّا لأ. لو حضرتك تذكر زمان أوي، ما اعرفش حضرتك طبعًا، أنا مش عارف سِنًا، أنا يعني أنا قديم شوية. طارق نور أول ما دخل التلفزيون المصري كان أعجوبة. طارق نور لمّا دخل بإعلان مام، مش عارف أنت ما تعرفش الإعلان ده. مام كان إعلان عن باكستيك، حاجة زي ديودرون عرق، كان اسمه مام. الإعلان كان غريب علينا، الإعلان كان آآ إيه ده؟ إيه ده؟ ده الراجل ده جريء أوي، إيه ده الإعلان ده؟ الإعلان بيتكلم عن راجل داخل بيته، فبيسمع مراته من فوق بتقول كلام يوحي بإن في حد معاها. ده كان إعلان في التلفزيون غريب، يعني ده يعني ما كانش ينفع يتعمل كده في التلفزيون. ف وطلع جري وهو سامعها عمّالة بتقول "Oh مامية، oh مامية". أ الراجل طالع بقى يعني بحالة غِلِط جدًا، لقاها بتحط باك ستيك، أوكي، ده كانت انقلاب بالنسبة لنا. فالنهارده بقت السوشيال ميديا النهارده كمان، الوسائل الإعلان في السوشيال ميديا، وسائل الوصول لعقلك النهارده بقت بتلعب دور مهم. هل أقدر أستغنى عن الطريقة التقليدية بالسوشيال ميديا فقط؟ لأ، لازم الاتنين ما يكمّلوا أقدرش. بعض. على الأقل، على الأقل في بعض الcommodities اللي لا يمكن الاستعاضة عن فكرة الاختيار فيها الاختيار المباشر. ما حدش هيشتري النهارده عربية بالسوشيال ميديا، إنما تجربة القيادة بقت جزء مهم من الاختيار، وتجربة القيادة بيليدها مين؟ الماركتير مش البياع زي ما إحنا فاهمين. في حاجات المعتمدة على الملمس والtaste والذوق، الطعم، لغاية ما يطلعوا لنا حاجة بقى إن شاء الله في الdigital marketing تخلّينا ندوق طعم الأكل. هيفضل الأكل بيتعمل له تسويق فقط عن طريق الtrial أو عن طريق الmarketing الdirect marketing. طب يا ترى هاقدر أستغنى في الفترة القادمة بالnormal marketing بالطرق التقليدية في الmarketing عن الdigital؟ مستحيل، وإلا هافضل محصور في area واحدة، هافضل محصور في segment واحدة من الcustomers، ومش هاقدر أعرض نفسي على عينات عُملا كتار، ولا هاقدر أوصل بالreach بتاعي لأماكن كتيرة. طيب أنا عندي سؤال في الجزء ده من واقع خبرة سعادتك لمّا كنا بندردش أكتر. أنت كان ليك شغل كتير مع شركات فرنسية بشكل عام، وكنت GM، وفي نفس الوقت كمان حضرتك يعني تجربة الmarketing وإن إحنا نغيّر في أسواق بشكل عام أو نشتغل على أسواق كان في السعودية وفي الإمارات وفي مصر وفي طهران، ده بجانب إن حضرتك أصلًا كنت بتدرس وبتشتغل برضه في أمريكا. فإزاي في اختلاف ما بين كل دول من وجهة نظر حضرتك؟ الmarket زي ما كنا بنتكلم بيحكمنا فيه الenvironment،
ومتطلبات الenvironment. ال4 أسواق ممكن تلاقي منهم سوقين زي سوق مثلًا الإمارات والسعودية، أسواق تقريبًا متشابهة أو قريبة من بعض، رغم إن في فروقات برضه، ولكن في أسواق بتختلف عن أسواق تانية خالص. لمّا تبيع منتج مثلًا في أمريكا، أوكي، أنت محتاج المنتج يكون عملي، يكون to the target، ما بيركّزش أوي على فكرة الattractive بتاع الشكل قد فكرة الfunctionality، فكرة إنك هيأدّي لي السلعة والّا لأ، أوكي، رغم إن عندهم بعض المنتجات نجحت بسبب functionality يعني عايز أقول هايفة جدًا. يعني فرق في الfunctionality عبط، يعني مش عايز يعني أقول لك إن النهارده مثلًا فكرة الsprinkler بتاع رش العربية، هم عندهم ثقافة إن كل الناس بتغسل عربياتها قدّام البيوت، ودائمًا عندهم الtrenches بتاعة الdrain موجودة وكل حاجة، والمَيّة بتنزل ما تروحش الشارع زي عندنا وتغرق لنا الشوارع. ف ال فكرة الsprinkler ده اللي بيرش المَيّة على العربية لمجرد بس إن واحد غيّر طريقة الhose outlet طريقة الرش نفسها، إنه بقى يقلل الTins بتاعة الsprinkler بحيث كمية المَيّة تطلع قليلة جدًا بس شديدة. وشديدة جدًا، أوكي، فرق ضخم جدًا في المبيعات. النهارده بقى عندهم الHush ده اللي هو الHush sprinkler ده حاجة جبارة جدًا، مبيعات مهولة جدًا، وبدأت شركات تقلد والصينيين بدأوا يقلدوهم. حضراني يعني قصة لطيفة جدًا حصلت معايا مرّة في الصين. كان باشتري أنا باحب أروح معارض وأحضر معارض وحاجات زي كده، فكنت في أحد المعارض في الصين، ف أخويا عنده عيادة عيون، فعنده الجهاز بتاعته فيه لمبة، اللمبة دي باظت بس مش موجودة في مصر، فقال لي: "لو رايح الصين بقى شوف لي حوالي اللمبة دي وهات لي 3، 4 لمبات منها." أيوه. فقُلت له: "طب موجودة في مصر بكام؟" قال لي: "يعني باشتريها بحدود 100، 120 جنيه." الكلام ده من فترة طويلة يعني، وده 120 جنيه دي كانت لمبة يعني سعر رهيب يعني، أيوه. دي ب120 جنيه. آه، أنا عندي تخصُّص في الlighting، أنا شغال في الlighting بقى لي سنين كبيرة باعمل design في الlighting في مشاريع كتيرة وحاجات كده، فأنا مهتم بفكرة الlighting يعني. فرُحت فعلًا، فرُحت المعرض فلقيت شركتين 3 بيبيعوا اللمبة دي. فقُلت لها: "أنا عايز اللمبة دي." فقالت لي: "أوكي." وقتها كان الدولار أظن كان في حدود 17 جنيه، آه. كان سعر الدولار 17 جنيه. فقالت لي: "دي ب$10." إمم. فقُلت لها: "إزاي $10 يعني؟ يعني في مصر أرخص." فقالت لي: "آه، طيب." طلّعت لي لمبة تانية قالت لي: "دي ب$5." مسكت اللمبتين وبدأت أقارن ما بينهم، واحد، اللمبتين واحد، model number واحد، الpin واحدة، كل حاجة واحدة. فمن باب يعني الفضول قُلت لها: "في أرخص من كده؟" قالت لي: "آه، في دي." طلّعت لي واحدة تانية بدولار، وواحدة برضه نفس ما حطيتهم جنب بعض ال3 أنا مش عارف الفرق أيوه. how it comes يعني. فباقول لها: "آآ في أرخص من كده؟" الدولار؟ آه، أرخص من الدولار؟ كمان من الدولار. إمم. أنا عايز أوصل، أنا مش مشكلتي بكام، أنا هاشتري أغلى واحدة، لأ أنا عارف، أنا أنا قصدي أقول عايز إيه هو أفهم، أنا عايز هل أفهم الconcept. آه. فلقيتها بتقول لي: "Do you need لمبة فرع؟" قُلت لها: "sorry." قالت لي: "Do you need لمبة فرع؟ sorry do you need لمبة فرع؟" مش فاهم هي بتقول إيه. آه. فولد فلسطيني معدّي في الممر جنبي، فقال لي: "يا أخي أنتم يا مصريين اللي علّمتوهم الكلمة، بتقول لك عايز لمبة فرح." فرح. آه. قُلت له: "لمبة فرح يعني إيه؟" قال لي: "يعني لمبة على قد ما تنوّر وتسلّم المشروع وتقول سلام عليكم." الconcept هنا إيه، لقت إن السوق المصري فيه عُملا بتطلب لمبة عايز يركّبها كده تقضّي معاه يومين 3 وتتحرق مش مشكلة،
بغض النظر إنه منطق صح أو غلط، وهاقول لك حاجة تانية عكسها بقى تمامًا حصلت معايا في نفس الvisit. ومنتج تاني لأ، عايز اللمبة اللي تعيش. الأسواق المختلفة هنا بقى بتختلف. السوق بتاع أمريكا سوق الmaintenance فيه غالي جدًا، وبالتالي تغيير لمبة على وجه البيت واستهلاك الكهربا بتاع اللمبة وتكلفة الكهربا اللي هتصرفها اللمبة يهمه كتير، وبالتالي بيفكر دايمًا في الfunctionality. دايمًا بيفكر في فكرة functionality، فكرة المنتج هيعيش معايا، هيصرف عليّا كام، الafter sales cost هتبقى قد إيه. لمّا نروح لسوق زي طهران تلاقيه شبيه بسوقنا بتاع مصر. نتيجة الحصار اللي حاصل على إيران من فترة طويلة، ونتيجة ضيق الحال اللي موجود، الناس بتدوّر على أرخص سلعة، فهتلاقي تركيز الناس كلّه في الmarketing على فكرة الprice. أول حاجة يسألها لك how much، أوكي، تكلفتها كام؟ سوق الإمارات والسعودية سوق مختلف، سوق نيش آآ موجود فيه كل النوعيات. الرخيص موجود لأن في نسبة أجانب عالية، ونسبة الأجانب العالية بتستهلك، وبالتالي بيدوّروا على الرخيص، وفي الluxury segment of customer اللي بتدوّر على حاجة واو، أوكي، ومش بيدوّر بقى على الfunctionality، لأن الكهربا عنده مش مشكلة، أو في التوقيت اللي أنا كنت موجود فيه النهارده الكهربا بقت بتفرق في كل الدول، بس الكهربا وقتها ما بتفرقش حاجة، إنما بيفرق معاه إيه بقى؟ إحنا بيفرق كده بنتكلم في الheadache. طهران، في إيران، أنا باتكلم على الإمارات والسعودية. الإمارات والسعودية، طهران يهمه جدًا الcost، السعر، السعر، إمم، السعر، والسعر، والسعر لغاية آخر الخط. الإمارات والسعودية لأ، يهمه تريح الدماغ، يهمه أنا عايز سلعة ما توجعش دماغي، أنا عايز سلعة لمّا أركّبها ما اقعدش كل شوية أبقى في headache أغيّر، ما أغيّرش، مش علشان تكلفة الصيانة، لكن فكرة الheadache، فكرة إني عايز quality، وعايز quality تريحني وتريح دماغي. ده شوية نتيجة إن الإمكانيات الاقتصادية أعلى شوية. فالأسواق بتختلف حسب الobjective ورا السوق. في أسواق يهمها سعر مع سرعة، في أسواق السرعة ده ممكن أركنك بال10 أشهر تستنى البضاعة ما فيش مشكلة. السعودية ما اقدرش أعمل كده، السعودية immediately أنا عايز النهارده يعني النهارده، أنا عايز في خلال شهر أخلّص مشروعي، لأنه الbusiness بيجيب فلوس. فلمّا تيجي تقول لي إن مشروع واقف على شوية لمبات، لأ، مش هاستنى. أيوه. طيب عندي سؤال، هو الmarketing بيبقى جزء من الbusiness development managing بشكل عام؟ يعني حضرتك الposition ده والcycle دي حضرتك يعني اشتغلت فيها بشكل intensive بشكل عام، إزاي أقدر أفهمها لو أنا business owner أو أنا حتى عايز أخش المجال ده ك ك كحد من الmarketing أو أعمل career shift، يعني إيه business development manager؟ تعالَ نرسم triangle كده، الtriangle ده هيربط لنا ما بين sales وmarketing وbusiness development، وما نقدرش نفصلهم عن بعض، وما تقدرش تقول أصل ده حاجة لوحده، وده حاجة لوحده، وده حاجة لوحده. آآ الراجل بتاع الmarketing هو اللي بيرسم لنا الصورة الذهنية اللي إحنا عايزين نبقى فيها داخل السوق، سواء مع عُملا، سواء مع منافسين، سواء مع إدارتنا، سواء مع كل الناس، أوكي؟ الراجل بتاع الsales هو المنفذ للخطة دي، هو الapplier لخطة الmarketing، أوكي؟ فهو الإيد اللي بتنفذ خطة الmarketing. إنما الbusiness development هو الmind بقى، ده راجل عقل، مش بيتكلم على النهارده، مش بيتكلم على الbusiness النهارده، مش بيتكلم على الmarketing النهارده، إنما بيروح يبُص على الhidden opportunities، بيروح يبُص على الhidden needs اللي ممكن تحصل كمان 5 سنين و3 سنين وسنتين وبيفكّر فيها. راجل more proactive عن الباقيين. الراجل بتاع الsales راجل active، الراجل الماركتير راجل عنده level of reactive وlevel of proactive، عنده حتّة reactive بيرُد بيها على اللي بيحصل جوّه السوق، وعنده حتّة proactive بيشتغل فيها على حاجات تحديات قدّامه، ولكن في الmedium term الbusiness development كل تفكيره proactive،
كل تفكيره للي هيحصل كمان سنتين واللي هيحصل كمان 3 سنين، والتحول اللي رايح في السوق هيروح لغاية فين بعد كده. النهارده لمّا تيجي تكلمني مثلًا على إحدى الصناعات مثلًا زي صناعات الموبايل، تعالَ ناخد صناعة الموبايل. صناعة الموبايل هتلاقي كل المحلات اللي في الشارع دي ما بتشتغلش marketing، إنها بتشتغل على الsales، بتشتغل إزاي to apply خطة marketing حطّها مثلًا OPPO أو حطّها آآ whatever أي شركة هواوي، أي شركة سامسونج من الشركات الضخمة دي حاطّة خطة، أوكي، الماركتير هو اللي بيحط الخطة، لكن الbusiness development بقى بيدوّر على إريات تانية الماركتير مش منتبه ليها، إريات ممكن تخلق عنده حالة من حالات التمدُّد. فتعالَ أدّي لحضرتك مثال، لمّا تيجي Orange تيجي تعمل agreement مع المصرية للاتصالات إن هاشتري منِّك حق توصيل الإنترنت أو حق توصيل الservicing عمومًا بتاعة الTV broadcast الجديدة زي watch والكلام ده كله في الcompounds، أوكي، ده business غير الموبايل خالص، غير خطوط الموبايل. النهارده لو حضرتك رُحت أي compound عايز توصّل شبكات التلفزيون اللي هي المدفوعة للفيلات، هتوصّلها من خلال مين؟ تقدر من نَفْسك كده تروح تجيب اشتراك؟ ما تقدرش، لازم هتروح لOrange، Orange تخلق لك decoder وتدّي لك راوتر خاص بيهم، تقدر تستقبل بيه القنوات دي، وهُم اللي يخلقوا لك الfiber optics network اللي تدّيك الميزة دي. طب هو في الحالة دي باع لك إيه؟ باع لك خط تليفون؟ لأ، ده باع لك complete service. مين اللي راح لهذه الفكرة عشان ينبه الماركتير سوّقوا ده؟ كان الbusiness development. الbusiness development هي اللي فكّرت برّه بيحصل إيه، في الأسواق الخارجية بيحصل إيه. النهارده الbusiness development رايح لفكرة جديدة خالص، فكرة إزاي أprovide الإنترنت من خلال شبكة الكهربا. خلاص؟ فنوفّر بقى لا cabling بقى ولا راوترات ولا القصص دي كلّها. أنت كل الموضوع حضرتك هتحط جهاز على فيشة الكهربا، جهاز نَفْسه على فيشة الكهربا هو اللي هيوفّر لك كل ده، خلاص. مين اللي ودّانا للarea دي؟ اللي ودّانا للarea دي business development. راجل بدأ يشوف ما سوف سيحتاجه السوق في المستقبل، أوكي؟ أنت حضرتك كنت business development manager لشركتين في لكوبر كروساين سياج، وبعد كده بعدها لشركة يعني هنا في مصر، لمّا جينا مصر هنا كانت الowner أو المكتب الممثل في السعودية، جه هنا في مصر وبدأنا عملنا شركة اسمها General Lighting، فبدأت اشتغلت مع General Lighting وبعدها في شركتي بقى الخاصة من بعد General Lighting. وحضرتك بقى كbusiness development manager إيه أكتر حاجات كانت أو challenges كانت بتقابلك بشكل عام؟ فكرة إن الناس فاهمة مثلًا كproduct إحنا شغالين explosion proofing. إمم، كان الناس دايمًا مرتبط عندها الexplosion proofing معناه جيش والانفجارات وأقصى حاجة تقول بترول مثلًا. إمم، بس أول مرّة نطوّر فكرة إن إحنا نشتغل مع صوامع الغلال، إمم، مع وزارة التموين مثلًا في صوامع الغلال. تقول إمم، لي صوامع الغلال إيه علاقتها بالexplosion proof؟ لأ، إحنا بندوّر على مكان قد يتعرّض للانفجارات نتيجة حاجات إحنا غير متوقعينها. وده كان حدث بسيط جدًا حصل في إحدى الدول، إن صومعة غلال لقوها اتفرتكت اتكسرت كلها انفجار، إمم، نتيجة الfriction بتاعة الgrains ببعضها وهي نازلة جوّه الsilo. آه، بدأنا نتوجه لمجالات ما كناش بنفكر فيها قبل كده، شركات لبن الأطفال. إمم، تقول لي لبن أطفال إيه علاقته في صناعته؟ أوكي، في مراحل من ضمن مراحل لبن الأطفال بيحصل فيها تصاعد لأبخرة معيّنة، هذه الأبخرة بتسبب لو حصل جنبها spark تشتعل. الصرف الصحي، الناس عمرها ما كانت بتفكّر إن الصرف الصحي له علاقة بالexplosion proof. إمم، فبدأنا نعتمد نفسنا في هذه الهيئات، إمم، وبدأنا نعرّفهم إيه ده، وده فتح مجال كبير جدًا في مصر وفي السعودية
وفي أكتر من مكان إن إحنا نقدر نفتح أسواق جديدة، إمم، دي إمم، أسواق كانت غير مطروحة. إمم. مش بس كده كمان، ده أنا عايز أقول لحضرتك إن كان في حاجة لطيفة جدًا في أمريكا من ضمن الhazardous lighting. آمم، كان في تجارب كتيرة جدًا للمساجين داخل السجون، إن بيحصل حالات اعتداءات ما بين المساجين وبعض، بيعتدوا ببعض على إيه؟ بإيه؟ إيه الtool اللي بيستخدموها؟ المعالق بقى والحاجات بتاعة المطبخ إحنا كلّها. بنتخيل كده، بس يعني المعالق والحاجات دي كلها بتتاخد بالعدد، يعني بتُحصّل بالعدد، ولو نقص بتبقى مشكلة وبيتم تفتيشه وكده. إنما كانوا بيكسروا الcovers بتاعة الlighting، covers الإزاز، كانوا بيكسروها ويعتدوا بيها على بعض. فبدأنا نعمل أنواع من الlighting unbreakable، ما بتتكسرش، يعني لو عدِّت عليها عربية ما تتكسرش، لو فمش هيعرف يكسرها. أنا باقول لحضرتك إن فكرة إنك تروح تفكّر خارج الصندوق، فين الsegments اللي أنت بتشتغل فيها، فين الشرايح اللي أنت بتشتغل فيها، أوكي؟ الdigital marketing النهارده، الbusiness development بتلعب دور كبير جدًا، طريقة توجيه الرسالة. أوقات كتيرة جدًا ما أسوّقلكش السلعة بتاعتي باسمها، إنما أسوّق لك بسلعة تانية، فأنت لمّا تشتري السلعة التانية تبقى مُجبر إنك تيجي لسلعتي أنا بالعكس، أوكي؟ النهارده لمّا باسوّق لك مسلسل في التلفزيون واحط لك على الdigital media المسلسل ده، كويس؟ حضرتك تلقائيًا تقول المسلسل ده هاتفرّج عليه إزاي؟ watch it بقى. فلازم أروح أشتري watch it، أوكي؟ لازم أعمل اشتراك في watch it، أوكي؟ النهارده حضرتك لمّا تيجي تدخّل إنترنت في البيت، فحضرتك لمّا ييجي يدخّل لك الإنترنت في البيت يقول لك طب باقول لك إيه، ما تاخد الباقة دي وأنا هادّيك معاها watch it. يبقى watch it هنا بقت complementary، بقت augmented product، أنت بتاخد ميزة إضافية على خط الأرضي، على خط النت. فبقينا نلعب حاجات كتيرة جدًا في الbusiness development. الأفكار اللي بتطلع في العروض اللي بتعملها الشركات، هي العروض دي الفكرة نفسها جاية منين؟ من احتياج، أوكي؟ طب حضرتك كنت بتختار الفريق اللي بيشتغل معاك في الbusiness development team بناءً على إيه؟ أول حاجة عندي ودي نقطة دايمًا باقولها الdesire not الability. يعني أنا عندي قناعة شخصية إن الdesire أهم من الability، إنك تبقى عايز. ده كده لأي موظف بقى. أي موظف في العالم الdesire أحسن عندي من الability، لأن الability أقدر أوجدها، الability أقدر أدّيها لك، الability أقدر أdevelop ببساطة. الشيء الصعب اللي مش هاعرف أعمله إني أدّيك الdesire، إن الموظف يكون حابب الشغلانة، الموظف حابب فكرة الcreativity وفكرة إني أنا مش بانفّذ، أنا مش منفّذ يروح يشتغل sales، هيشتغل sales. وعلى فكرة في الناس في الsales شاطرين جدًا وcreative جدًا، ولكن شرط أساسي للماركتير أو أي حد بيشتغل في الbusiness development، أولًا إنه بيقرا كتير، بيطّلع كتير، بيتعلّم كتير، بيعرف مناهج marketing كتير، ده نقطة أساسية، ده basic موجود عنده، بس دي capability أقدر أوجّهه ليها. إنما يكون عنده الdesire إنه يقرا ويطّلع ويبقى عنده دايمًا desire إني أطلّع حاجة غير المعتادة. أنا وحضرتك نكتب نفس الreport، بس حضرتك تكتبه بطريقة تخلّي اللي بيقراه يبقى سعيد باللي بيقراه، وأنا أكتب report اللي بيقراه يفهم أنا عايز إيه، مجرد يفهم. فرق ضخم جدًا، الفرق ما بين الاتنين إن أنت desired وأنا بأدّي. الdoer والinitiator ده فرق ضخم جدًا ما بين الاتنين. أي حد في الbusiness development لازم يكون initiator، لازم يكون هو نفسه بيجدد في اللي هو بيعمله. لازم الmentality بتاعته يبنيها بشكل مختلف كمان. ما يفكّرش هو بيحب إيه، إحنا كُلّنا بنُقع بيحب إيه في الشغل تحت يعني؟ بيحب إيه عمومًا. آه. أنا لو حبيت منتج هابقى باحب بابيعه. إمم. يعني آآ شركات كتيرة جدًا صناعية، لمّا تلاقي الراجل البياع بتاعهم تلاقيه بيبيع السهل، بيبيع المنتج السهل اللي هيجيب له الtarget بسرعة، ما بيبيعش اللي بيكسبني، كويس؟ ده دور.
بيبيع السهل، إنما الراجل الinitiator يقول لك لأ، أنا عايز أبيع اللي يخلق ربحية وفي نفس الوقت يجيب لي الtarget. ففكرة إن أنا على طول أبقى في challenge وعلى طول دايمًا باتحدى نفسي، وباتحدى الأفكار القديمة، مش باتحداها يعني باقف ضدها، باتحدى إن أنا أقدر أتفوّق وأقدر أأدّي بشكل أكتر. آآ أنا كtrader كل مرّة أفكّر إزاي أقدّم الموضوع بشكل مختلف، إزاي أقدّم المحاضرة بشكل مختلف، الexamples لو فضلت مكرّرة باستمرار هي نفس الexamples اللي أنا بادّيها، هيقابلني customers مرّة و2 و3 هيشعر إن ما فيش إضافة، أوكي، فالتجديد، فكرة التجديد وفكرة الdesire إنّك تجدد، باعمل material واحدة للtraining، تاني مرّة بتلاقي الmaterial مختلفة، تالت مرّة بتلاقي الmaterial مختلفة. ممكن في نفس الكورس أبعت الماتيريال في أول الكورس للناس، وبعدين ييجوا وقت الشرح يلاقوني غيّرت الماتيريال، "يا دكتور ده متغيّرة." قُلت لهم: "معلش كنت باحلم بالليل." القطعة كده باحس من جوايا بحالة إن أنا once إن في حاجة جديدة طرقت why couldn't I put it؟ ليه ما أفيدش منها للطالب؟ فاروح أجدد حتى لو الماتيريال هتكلفني إن أنا أضيف على الماتيريال حاجة. الفكرة دي، فكرة الinitiation، فكرة إن أنت على طول عمّال بت ب ب بت ب بتchallenge yourself إزاي أكون أحسن من نسختي بتاعة امبارح، دي علامة فارقة جدًا في الناس بتوع الbusiness development. طيب عندي سؤال يا دكتور، يعني أنا محتاج أسأل، يعني أنت حضرتك background engineering مهندس مدني، وفي نفس الوقت كمان رُحنا للbusiness development team، وفي نفس الوقت كمان للmarketing، وفي نفس الوقت كمان للhuman capital management. فالتجميعة دي وهل الshift ده إن أنا من الtechnicality كمهندس وبادير مواقع للmarketing، ده يعتبر shift career واستخدمنا فيه الmarketing؟ آمم، بصراحة عشان أقول لك أكون صريح معاك ما كانتش planned، يعني ما كانتش plan ده هتمشي كده. إنما استهوتني، يعني لمّا بدأ يحصل shift 2، 3 بقى trend وبقيت like trend وهافاجئك بقى إن أنا إيه، يعني I am planning for the first 5 years إن أنا هاروح في مجال تالت، مجال بعيد كل البُعد مش بقى، تالت بقى، ده م مجال سابع. مجال مجال مختلف تمامًا يعني. آه. في البداية أنا كنت civil engineer وأول ما نزلت اشتغلت في مترو أنفاق الأول، بعدها في سيراميس انتركونتيننتال، بعدها في الهلال الأحمر بتاع رمسيس ده، بتاعة رمسيس، قصر العيني الفرنساوي، كل ده engineering، كل ده engineering، إحنا شغالين engineering. بس حسيت إن أنا باتاخد كده ناحية الجزء بتاع الfinishing في الengineering، الجزء اللي فيه الcreativity برضه، آه. الجزء اللي فيه اختيارات وألوان وفين وليه. يعني أنا عايز أفاجئك بحاجة لطيفة جدًا، إن الجماعة الفرنساويين كانوا جايين ب ب بscope theme لألوان مستشفى القصر العيني، كان planned ومخطط ليه واستشاريين مصممينه وحاجات كتيرة جدًا. وبعدين بيحصل معانا موقف غريب أوي، إنه بيحصل حريق في المخازن بتاعة القصر العيني وإحنا بنشتغل، فحرق جزء كبير جدًا من الmaterial اللي كانوا جايبينها أساسًا من فرنسا تبع المعونة. ف بقينا في حسبيس، لأن إحنا أولًا م م الpackage دي كلّها كانت جاية بcertain batch بتاع جمارك وبتاع، مش هينفع تتجاب تاني، يعني مش وده هينفع. كان كان أيام مبارك. طبعًا ده لأ، ده من زمان جدًا، ده في التمانينات، يعني بنتكلم في التمانينات الكلام ده يعني. ف في meeting من ضمن الmeetings أنا مهندس صغير أوي، أنا أصغر مهندس تقريبًا، كنت في المترو وفي القصر العيني، داخل القصر العيني أنا أصغر مهندس من 30 مهندس، فعليًا أصغر مهندس من 30 مهندس. ورايح كمان للقصر العيني ومغضوب عليّا، يعني أنا رايح بالعافية، يعني أنا رايح زَقّة، يعني أحد الأصدقاء جاله شغلانة في سلطنة عمان، فساب الشغل فجأة في القصر العيني، فقال لي: "بكرة الصبح تروح مكاني." وبتاع، "طَب الناس عارفين؟" قال لي: "لأ، هو الراجل ما يعرفش، الراجل فرنساوي ما يعرفش." "طَب أنا هاروح أقول له إيه؟" قال لي: "أنت هتروح بس لواحدة السكرتيرة هناك وهتتصرّف يعني." ففعلًا رُحت، فالراجل فاجأته قالت له: "هشام جاي مكان أشرف." قال لها: "أشرف فين؟" قالت له: "سافر." وبعدين قامت بقى زوبعة وقعد بقى يزعّق وبيشتم بالفرنساوي، طبعًا أنا فاهم إنه بيشتم، يعني متخيّل، ما كنتش باعرف فرنساوي وقتها، بس يعني إيه، ب فهمت من الكلام، من شكل وشه على الأقل يعني.
ورفض يتعامل معايا تمامًا. أنا عايز أورّيها برضه الجزء ده مهم جدًا، وعايز الشباب الصغير يسمع ده كويس أوي. مش باسمعه عشان أتفاخر باللي أنا عملته، بس عشان ده واقع حقيقي، ده واقع فعلًا حصل. اليوم الأولاني قعدت جنب السكرتيرة على كرسي جنبها كده، طول اليوم يخرج ويدخل يقول لها: "قاعد ليه؟ مشّيه، قاعد ليه؟ مشّيه." وكل ما أقوم أمشي تقول لي: "لأ اقعد." في آخر اليوم قُلت لها: "لأ خلاص هو مش نافع." قالت لي: "لأ تعالَ بكرة أحلها." وتاني يوم نفس الكلام لغاية 17:00 بعد الضهر، وهو يدخل يشتمني ويخرج يشتمني وكتير 5 أيام. متخيل؟ 5 أيام بتيجي من الصبح من الساعة 7:00 صباحًا، 7:00 الشغل بيبتدي 7:00 لغاية 5:00 قاعد على كرسي ما بتعملش حاجة، أقصى حاجة تقوم في البريك تشرب شاي وترجع، وقاعد. وبعدها بأسبوع يعني في بداية الأسبوع اللي وراه قُلت لها: "لأ ما ينفعش بقى، حتى شكلي وِحِش يعني." قالت لي: "شكلك إيه؟ ما فيش حاجة الكلام ده خلاص هو هيشغّلك وبتاع." وكده، وإحنا كلمنا مدير المشروع، لقيت مدير المشروع بيناديني بيقول لي: "هشام أنت هتسيب الشغل قريب، أنت هتسيب كذا." راجل فرنساوي محترم كده وبيتكلم إنجليزي كويس، ونادى الchef ده اللي باشتغل معاه وأقنعه وخلاص وابتدينا نشتغل معاه. فيشغّلني إيه بقى، أنا عايز أورّي لك برضه، أنا عايز أقول لك ده سياق إن فكرة إن فكرة الdesire أنا لازم أنجح، أنا لازم أخلق لنفسي brand. المفروض مهندس. معلش مهندس في 1000 في 20,000 مهندس، ولو جابوا 20,000 مهندس هيطلع منهم 19,000 أحسن منّي. ما أنا لسه جاي جديد ما أعرفش حاجة، ما أعرفش حاجة في الدنيا. يعني أنا باكلمك واقع، مش باكلمك حاجات يعني مش exaggerating myself لأ، ده الواقع يعني. فيحط لي يدّيني task إيه بقى أول ما يدّيني، يروح مدّيني صندوقين كبار كده قد الكرسي بتاعك ده مثلًا الكرتونة منهم قد الكرسي ده مرتين، كرتونتين مليانين مفاتيح، مفاتيح سايبة، مفتاح سايب، ومدّيني كرتونتين كبار عارف البلاستيكات بتوع ميدالية آه، ها؟ اللي بيتحط فيهم. ويدّيهم لي، ويقول لي إيه بقى، يقول لي: "أنا عايزك تعدّي على مباني القصر العيني كلّها كويس، تجرّب لي الكوالين بتاعتها، المفتاح ده بتاع أنهي كالون." أنا عايز أقول لك إن مستشفى القصر العيني فيها ما لا يقل عن 4000 أو 5000 باب، وكل باب ليه 6 مفاتيح، يعني اللي في الكرتونة دول حوالي مثلًا 60,000 حاجة كده، 60,000 مفتاح، وأنا المفترض أمشي ألِف، أطلّع من الكرتونة وأطلّع له ال6 مفاتيح مع بعض وأحطهم له في ميدالية وأجيبهم له مع بعض وأقول له دول بتوع الباب ده، أنت متخيل؟ يعني أنا هاجرّب ال4000 باب؟ تخيل! أنت متخيل ده؟ متخيل الحالة؟ لو أنت أخدت هذا الtask هتقول إيه بعد يوم؟ هامشي. هامشي. بدأت جِبت سلك كهربا، حطيت فيه مجموعة مفاتيح كتيرة جدًا زي الحرامية كده اللي بيعلّقوا على كتفهم من دول، عملت سلك كهربا، كل سلك كهربا عليه مفاتيح، وأمشي على كل باب بسلك المفاتيح ده أعدّي مفتاح، اللي يصادف أحطه في الميدالية واكتب عليها الرقم، اللي يصادف أسبوعين، أسبوعين. باعمل هذا الtask لمّا طلّعت له مثلًا 90% أو 95% من الأبواب بنسخة أو نسختين أو 3 أو 5 أو 6 من المفاتيح، وهو يعدّي عليَّ ويضحك، يعني هو يعدّي عليَّ في الممرات وأنا عمّال أختبر ويبُص لي ويضحك، يقول لي: "بونجور." أقول له: "بونجور." يقول لي: "السلام عليكم." وخلاص ويمشي. أنت متخيل الموقف عامل إزاي؟ بعد الأسبوعين دول بدأ يدّيني تاسكات صغيّرة في الصغيّرة في أصغر في أكبر، وبعدين فجأة لقيته بيدّيني واحد برتغالي معايا chef علشان يشتغل جنبي، يعني يشتغل معايا. آآ أول يوم خرجت مع الchef البرتغالي ده، المفروض إن أنا مهندس عليه، يعني أنا مهندس فوقيه، يعني مفترض هو chef تحتيّا. لقيته زي ما قُلت لك المرّة اللي فاتت، قُلت لك بيسألني وبيقول لي: "هنشتغل إيه؟" كان تحدّي تاني، كان لازم أقول أنا ما أعرفش، عشان أقول أنا ما أعرفش فاتعلّم، من غير ما أقول ما أعرفش، أنا مش هاتعلّم. ال4 سنين أو ال5 سنين اللي أنا اشتغلتهم في القصر العيني كمرحلة مهمة جدًا في حياتي دي، زوّدت عندي capabilities كتيرة جدًا، وقدرات تحمُّل كتيرة جدًا، وقدرات على إن اللي عنده desire
بينجح أكتر. طبعًا المهندسين عمّالين يمشوا وكل 6 أشهر أقول أنا اللي عليّا الدور، أنا اللي هامشي، أنا اللي عليّا الدور، أنا اللي هامشي، أنا اللي عليّا الدور، أنا اللي هامشي، لغاية ما بافضل لوحدي، المهندس الأخير في القصر العيني اللي هيسلّم القصر العيني بالكامل، هيسلّم كل تشطيبات القصر العيني بالكامل. حكيت لحضرتك قُلت لك حصل حريق عندنا في القصر العيني، فبدأت أحُط بدايل للmaterial. عندي material زايدة في أماكن وmaterial ناقصة في أماكن، وmatch الألوان والmatching يقابل الاستشاري صبور ينبسطوا جدًا بالmatching فيقول لي: "آه أوكي يالّا ماشي ركِّب على ده." وابتدي أركِّب على كده، فده خلّى عندي يعني حالة من حالات ال ال الثراء في عملية الاختيار في التشطيبات وفي الحاجات دي كلّها. لمّا جه عرض عليّا لوسيان إن إحنا نسافر، قال لي: "أنا هاسافر هاشتغل في أمريكا." قُلت له: "هاشتغل في إيه؟ أنا مالي بالشغل ده." قال: "تعالَ وهنشتغل وكذا." بدأت أشتغل معاه، وبدأت أسافر معاه. كان هو معروض عليه حاجة مش فاكر أوي هو كان شغلته إيه يعني، بس أنا بدأت أشتغل في الlighting design. وبدأت أعمل lighting design وبدأت أتدرّب في ده Cooper. غير إن أنا مهندس مدني. أنا مهندس مدني، بدأت أتدرّب على الlighting design. الlighting design عملت بقى فيه شغل كويس أوي، لدرجة إن هُم نَفْسهم هناك في أمريكا يقولوا لي: "أنا ما أعرفش أنت طلّعت الoptions ده إزاي من الsoftware بتاعنا، إزاي طلّعت كذا." وبدأت اشتغلت معاهم فترة طويلة جدًا في فكرة الlighting design والlighting عمومًا واختيارات الlighting وحاجات زي كده. رجعت على تاني بدأت أشتغل كbusiness development ما بين المناطق المختلفة في الإمارات وفي السعودية وفي غيره، وبدأت أشتغل لنفس الشركة مبيعات، لنفس الشركة، بدأت مبيعات في marketing في business development. لمّا جيت مصر اختاروني لأني المنافس بتاعي في السعودية وقالها لي صراحةً وهو كان شركة كبيرة جدًا معروفة شركة الإنارة السعودية، قال لي: "عارف أنا باختارك ليه تروح مصر؟ أولًا لأن أنت مصري طبعًا فأنت عارف السوق المصري، بس مش ده السبب الرئيسي لأن عندي مهندسين كتار يقدروا يعملوا المهمة دي، ولكن أنا عايز أتخلّص من منافستك في السعودية." فمتخيّل لمّا شركة منافسة وصاحبها يقول لك أنا عايز أتخلّص من منافستك وأنا كيان صغير جدًا في السعودية، أنا عايز أتخلّص من منافستك في السعودية، فأنا عايز أسحبك أودّيك مصر، يعني أنا رُحت للمنافس أشتغل معاه، فجيت اشتغلت معاه في مصر هنا 3 سنين في نفس الtask الدنيا مشيت حلو جدًا معانا. فجأة لقيته في يوم من الأيام بيقول لي كلمني بالتليفون، كان وقتها في أمريكا هو، كلمني بالتليفون قال لي: "هشام أنت أول الشهر الجاي هتبقى acting general manager." قُلت له: "acting general manager لإيه؟" قال لي: "للشركة." "شركة إيه؟ الشركة دي؟" "طب والراجل المدير اللي قاعد جوّه؟" قال لي: "ما لكش دعوة بيه، إحنا جايين هنعمل جمعية عمومية وهتبقى أنت مدير الشركة." إمم. رُحنا بقى لحتة الإدارة. أنا مش فاهم حاجة في الإدارة، مش فاهم، بجد، أنا كل حتتي marketing بsales بالحتة دي وengineering، بس management ما فيش. كنت ساعتها بادئ لسه MBA. لسه في بدايات الMBA. يعني الMBA كانت خطوة مهمة في حياتك. طبعًا، طبعًا. أنا باقول الMBA غيّرت شخصيتي تمامًا. الMBA خلّتني سكوبي وسع كده. يعني أنت في الطبيعي بتبقى عامل كده، بتبقى narrowing مركّز على الtrack بتاعك والcareer بتاعك. الMBA بتروح عاملة لك wide scope. بُص، بُص على حاجات كتيرة. خُد في حساباتك حاجات كتيرة. يعني ما بين marketing وHR وaccounting وfinance وmanagement. لأ، عيّنوني acting general manager وأنا مش فاهم حاجة. لسه، يعني لسه بابتدي بدايات. ما عنديش فمكتبي مكتب صغير و وروح اقعد في مكتب المدير، لفّوا 3 شهور ورجعوا لي تاني لقوني قاعد في نفس المكتب. "يا ابني ما نقلتش ليه مكتب مدير؟" "يا جماعة أنا مش حاسس إن أنا مدير، أنا ما أعرفش حاجة عن الإدارة." "طب عايز إيه؟" "عايز" يعني أنا مش فاهم الحسابات بيقولوا إيه، الحسابات عمالين يقولوا payable وreceivable وaccount statement ومش عارف وequities أنا مش فاهم بيقولوا كلام عظيم بس أنا مش فاهمه. فرُحت أدرس في الجامعة الأمريكية، أخدت finance for non-financials. أخدت كورس 60 يوم، 6 أيام في الأسبوع، من 06:00 ل22:00.
كل يوم 6 أيام في الأسبوع. بادرس إيه؟ finance 60 يوم، 10 أسابيع أو 9 أسابيع أو 8 أسابيع مش فاكر يعني، حاجة كده. باروح كل يوم من 6 ل10 في التحرير، في فرع الجامعة الأمريكية في التحرير، أدرس finance for non-financials. خرجت باتكلم finance ما حصلش، باتكلم مع الناس finance يعني باتكلم فاهم يعني. لفوا ورجعوا لي تاني، قُلت لهم: "أنا مش فاهم، أنا يعني يا ابني أنت مش بتاخد MBA؟" "أيوه ده إحنا بناخد يعني حاجات لسه في البدايات، أنا لسه مش عارف كل حاجة." "طب عايز إيه؟" "عايز operation." رُحت أخدت operation management، درست operation management. ممتاز أوي. فالدراسة بشكل عام لأكتر من مجال مع التطبيق بنجمع الاتنين مع بعض. وحُط قبلهم الdesire. لأ والdiscipline بصراحة، يعني حضرتك يعني عندك discipline وcommitment ليه أوقات يعني كبيرة أوي بصراحة، بُص مبهرة ده يعني. ده ده الdesire، ده أنا هاسميه دايمًا الdesire. أنت عايز والّا مش عايز؟ أنت عايز تنجح والّا مش عايز تنجح؟ أنت عايز تبقى والّا مش عايز تبقى؟ مع إنك ما بتبقاش عارف أنت عايز تبقى إيه، أوكي؟ GM أوكي، آآ بعدها يعني حاجات أخرى، أوكي، بعدها شركتي الخاصة، فتحت شركتي الخاصة. ده challenge تاني، لأنه في وقت من الأوقات برضه دي بتبقى غلطة مننا، لأن عقلنا بيبقى قاصر شوية في مرحلة عمرية معينة يعني. في فترة من الفترات بعد ما بقيت acting GM لقيتهم راجعين لي بعدها ب3 سنين بيقولوا لي: "هشام إيه رأيك ترجع الbusiness development تاني؟" أنا حسيت إنها نوع من وما سموهاش بقى business development، سموها commercial manager. فأنا حسيت إنها يعني إيه إهانة بقى، إن أنت حاططني GM وبعدين بترجعني تاني commercial manager، وهيجيبوا واحد يبقى GM. أنا acting صحيح ما أناش GM، ولكن بيرجعني تاني GM. حسيتها إنها إهانة، فرُحت مقدم استقالتي. وأنا باعتبرها إن دي من غلطات عمري برضه، دي غلطة، لأن كان نظري قاصر وقتها، وبصيت للموضوع على إنه downsizing. هو كان simplification. تفرق كتير بقى. أحيانًا صاحب العمل الذكي يعرف إمتى يخف على دكتور أحمد الload علشان هو مميز في حتة وعايزه يتفرغ للحتة دي، وإحنا عايزين نجري في الحتة دي وأنا عايز أكتر. أجري في الحتة دي، وعايزك لأن أنت الhorse power بتاعتي، أوكي، وأنا هاجيب واحد ياخد الdirty work اللي ما لوش لازمة، تطلع لغاية مصنع وتسوق لغاية العاشر وترجع تاني وتبُص على مخازن وتبُص على ده أي حد يعمله. لكن الcommercial channel دي حاجة كبيرة طبعًا. فأنا في وقتها ما كنتش فاهم، فرفضت من فكرة إن أنا بيعملوا لي downsizing. باتنقل لشركتي وباعمل كيان كويس، وبينمو الكيان، وفي البداية ما كنتش عارف أنا بابنيه إزاي. كنت صحيح مخلّص MBA لسه بقى طازة، وباشتغل بقى على نفسي، أوكي. فبافكر أطلع أمريكا تاني، فباطلع أمريكا فباشتغل شوية، وأقول أكمّل DBA، وبعدين أرجع أتنقل تاني السعودية وإمارات في حتّة كده صغيّرة، منها جزء broad باشتغل من بُعد ولكن mainly. وبعدين باكمّل بقى في شركتي واقرر لأ أنا خلاص أنا هاستقل وهاشتغل في شركتي الخاصة بتاعتي وخلاص، أنا مش هاشتغل مع حد تاني. ممتاز أوي. طيب يعني من واقع الconsultation بقى يا دكتور، يعني بجانب الهندسة مدني والشغل والmarketing مع الbusiness development managing، كمان في جزء sales وcommercial بشكل عام. حتّة بقى الconsultation مع الشركات، يعني حضرتك عملت هي consultation. الconsultation جات extended لكذا حاجة، جات لدراسة الMBA والDPA كويس، جات consultation لإن بقى عندي كَم كبير جدًا من الknowledge للphilosophy اللي بتمشي بيها الشركات. بدأت بعديها يتولد experiences كتيرة، تراكمات الexperiences كتيرة بالإضافة للopportunity. وأنا دايمًا باحترم جدًا الplanned happenstance. يعني في concept كده ما اعرفش اتكلمنا عليه المرّة اللي فاتت والّا لأ، اسمه الplanned happenstance. الplanned happenstance ده اللي هو الفرصة اللي تُتاح لك، فأنت ما كنتش مخطط لها، بس لمّا تدخل جواها تبتدي to plan for yourself and this is a very suitable career for yourself. هنا حضرتك قُلت فعلًا مصطلح قبل كده، يحترم الفرصة. باحترم الفرصة، بالضبط كده، احترام الفرصة. هنا أنا اتحطيت بقى في الجزء ده. الجزء ده جات لي فرصة chance كانت رائعة في شركة اسمها McRae.
أحد الأصدقاء بيقابلني في training، كنت بادّي بقى training، كنت بدأت بقى في المرحلة دي بقى كلّها الtraining دخل جنبهم، فبدأ الtraining يدخل جنبهم، فأحد الأصدقاء قابلني في أحد الكورسات، كنت بادرس strategic management، وبعدين فجأة لقاني بادرس HR، فقال لي: "يعني أنت ضمّيت الاتنين مع بعض واتنين حلوين أوي، طب أنا عندي مشكلة." قُلت له: "إيه المشكلة؟" قال لي: "عندي sister company أو subsidiary company اسمها McRae، شركة أسباني بتفتح في مصر، بتشتغل في مجال الfood industry، بتصدّر كل منتجاتها برّه مصر، وعندنا إشكالية جوّه الشركة إن أرقامنا ما بتزيدش، وإن إحنا عندنا turnover عالي، وإن إحنا عندنا إشكالية في الplanning of people، مش عارف أعمل planning للpeople. فwhat do you think؟" قُلت له: "والله أنا يعني اللي هانصحك بيه إن أنا أزور المكان بس أشوف المكان." لمّا زُرت المكان بدأت أحُط إيدي على شوية مشكلات، فعملت له report عن المشكلات اللي موجودة عنده، فقال لي: "طب why couldn't you supervise عملية correction، تحط لنا plan ونمشي عليها." فبدأت أحط plan، وما كنتش متخيل إنه ده هيبقى الcareer يعني، أو ده هيبقى جزء من الcareer، أيوه، فبدأت أحط plan. فقال لي: "طب why you couldn't supervise الimplementing of that plan." أيوه. فبدأت أsupervise الimplementation. آآ في وسط بقى ما بيحصل الكلام ده، أنا عمّال باgain successes جوّه الشركة، والشركة عمّالة أرقامها بتعلى، والشركة الناس بدأوا يرتبطوا بإن في واحد بنرجع له لمّا بيحصل عندنا إشكالية. بعدها توشيبا العربي، باشتغل شوية مع توشيبا العربي في إشكالية كconsultant. كconsultant في المشتريات. عندنا إشكالية في المشتريات، وعندنا مش إشكالية في المشتريات قد ما هي مشكلة في الconflict ما بين الmanagers وبعض، يعني كمية managers كتار جدًا لمديرين المصانع ومش عايزين يشتروا مع بعض، كل واحد منهم بيشتري لوحده، وكل ما نزقهم يشتغلوا مع بعض وما بيشتغلوش مع بعض. فأول كانت فكرة وكنت أنا شايفها إنها فكرة آآ يعني من وجهة نظري إن الفكرة كانت جميلة جدًا يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. جمعت المديرين المصنع، مديرين المصانع كلّها مع مديرين مشترياتهم، وطلبت منهم خامة يكونوا كلّهم بيشتروها. إيه الخامة اللي كلّكم بتشتروها؟ إيه خامة مثال يعني، فقُلت لهم: "أنا عايز حاجة بسيطة يعني." فاتفقنا على إنه الجوانتي، الgloves، كل واحد منكم لو سمحت يجيب معاه الجوانتي اللي بيشتريه. فجابوا كل واحد منهم، وكل واحد منهم طلبت منه يكتب السعر، سعر الجوانتي بيشتريه بكام، الكميات اللي بيشتريها في السنة بكام، على ضهر الجوانتي. و أخدت الجوانتيات كلّهم دبّستهم على board، كانوا أظن 7، 8 أنواع، دبّستهم على الboard بالمشقلب، ما عليهمش لا سعر ولا عليهم أي حاجة. عشان كل واحد ييجي يختار بقى الجوانتي كل اللي هو واحد بيشتريه. يكتب ده الجوانتي بتاعي، يجِس الخامة كويس، طلبتهم كلّهم لون واحد، يجِس الخامة، يقول ده الجوانتي بتاعي، يحط لبقية الجوانتيات أسعار من وجهة نظره ده بيساوي كام، وكل واحد بيحط السعر بتاعه، أوكي. في نهاية الجلسة لمّا قلبت الجوانتيات ولا واحد منهم اختار الجوانتي بتاعه، ولا واحد. ولا واحد منهم قدّر الأسعار بتاعة بقية الجوانتيات صح. ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا بنشتري عشوائي، بنشتري وإحنا مش في ذهننا الأفضل قد ما إحنا بيبقى في ذهننا إن أقول أنا الأفضل عندي مش المنتج. confirmation bias. آه. من هنا بدأنا نوحّد ويشتغلوا بشكل جماعي الشِرا. كده يعني حضرتك غيّرت أصلًا الmindset بتاعته. يعني هي الفكرة كده، إحنا اتفقنا من البداية إن فكرة الmarketing عمومًا هي mindset في هي mindset، الأساس. فإحنا إمم. بدأنا بmindset وبننهي برضه بmindset. آه. صحيح، صحيح. قبل ما نقفل فكرة الmindset، أنا كان عندي سؤال، ليه كانت غلطة حياتك إن أنت رفضت الdownsizing؟ لأن برضه ساعات الناس بتحس إن الopportunity إن أروح شركة تانية، كده حضرتك كنت بتتكلم لأ، على إن الشركة اللي أنا فيها هي الopportunity أصلًا كانت الأفضل، مع إنه position أقل. في الحقيقة لأني أحيانًا إحنا بنبيع جهدنا، بنبيع جهدنا وإحنا مش واخدين بالنا. يعني إيه بنبيع جهدك؟ أنا كنت عملت investment في هذه الcompany 6 years، 6 سنوات، 6 سنوات كاملة، 6 سنوات الشركة اتعرفت باسمي، يعني الشركة اتربطت باسم هشام. آآ اللي جه بعدي، جه بنى على اللي أنا كنت عامله، وده مش عيب، بالعكس ده ذكاء منه،
إنه ما هدّش المعبد وبناه من أول وجديد. فنجح كتير جدًا، وأنا رُحت أبتدي من scratch تاني، يعني أنا رُحت أبتدي بقى في شركة من البداية من scratch جامد. طب هو حصل على إيه؟ هو بقى حصل على إيه؟ هو حصل على الfruit والsuccess، أخد الجايزة، ما حدش شافك وأنت بتاخد الجايزة، هو أخد ما حدش شافك وأنت بتتعب، بس الناس هتشوف الجايزة، هتشوف الfruit في الآخر، أوكي؟ الإضافة الناحية التانية إنه دايمًا في عندي أنا مقولة اسمها إيه، اسمها الفُرَص الضائعة. الفُرَص الضائعة دي من ضمنها إني مثلًا ما بدأتش دراسة بدري أوي مثلًا، لإن أنا باشوف إن بدء الدراسة من بدري أوي بعد ما بتخلّص الجامعة، أنت عندك potential وعندك desire لسه صاحي، أوكي، وبتبني من بدري، كويس، ففي فترة زمنية كده لمّا بتفوّتها بتبقى فرصة ضائعة، أنت ضيّعت 10 سنين، ضيّعت 8 سنين، ضيّعت 7 سنين أيًا كان، أوكي، دي كانت بالنسبة لي فرصة ضائعة. أنا ما كانش في ما يمنع تمامًا، أوكي، إن أنا أشتغل parallel، إن أنا أفضل as a commercial وأعمل my own identity طالما إنهم ما بيتنافسوش وطالما إني قادر على إني أmanage، أوكي، بس الكلام ده بافكّر فيه إمتى بقى النهارده، وأنا النهارده بعد ما كبرت، يعني بعد ما أدركت الحدوتة، وبعد ما باتفرّج على النجاحات اللي حققها اللي جه بعدي لفترة، صحيح ما استمرِّتش وبدأ يحصل في الcurve، يعني إحنا دائمًا الناس بتمتد بعدينا بنجاحاتنا لفترة لغاية ما آثارنا إحنا بتاع قوة الدفع الذاتي دي بتروح ويبتدي بعد كده ياخد بقى هو الtrend بتاعه، يعني مش هيفضل طول عمره تحت مَيّة effect يعني. فأنا شُفت إنه طلع بعدي بcurve كده شوية، وبعد كده بقى الtrend بتاعه يميل، فبقيت زعلان على الشركة. فدي نقطة تانية كمان، إني بقيت زعلان وحاسس إن أنا سِبت بيتي، عارف اللي بيبيع بيته وهو مضطر؟ أنا حسيت إن أنا كإني بِعت بيتي. ف ما باقولش إن إحنا لابد أن نرتبط بالكيانات ارتباط لا نهائي، بس باقول إن ما تسيبش حد تاني يحصد الfruits بتاعتك. يعني نهاية حلقة حقيقةً ممتعة جدًا، يعني اتكلّمنا فيها في أفكار مختلفة تمامًا، إحنا عملنا mix ما بين الmarketing وما بين الbusiness development وما بين الsales وما بين حتى الtraining، اتعرّفنا على أكتر من سوق، السوق السعودي والإماراتي وسوق إيران والسوق الأمريكي، إيه أهمية الدراسة بشكل عام، حتى الconsultation فيه أكتر من مجال وأكتر من شركة. يعني أنا استمتعت حقيقةً بالتجربة الفريدة، يعني الله نتمنى إن يخليك، شاء الله يعني حضرتك تنورنا تاني إن في شاء الله. حلقات أخرى، وأنتم برضه ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عندكم أي موضوعات مختلفة أو ضيوف حابين إن إحنا نتعرف أكتر عليهم، تابعونا بكل ده ومنتظرينكم إن شاء الله في حلقات أخرى من Business Shop Podcast. شكرًا جدًا ليكم.